تخيل معايا مشهد من الزمن القديم. ملك ما كانش شبه أي ملك تاني، واقف وسط جيش ضخم، آلاف الجنود، أفيال وجمال، رايات حمير مرفوعة عالي، وهزيج الحرب بتغني من اليمن لحد الحجاز. اسمه تبع، ملك حميري ما يتكررش. ذكر إنه غزا العالم كله، وهو أول شخص كسى الكعبة. مش كده وبس، ده حتى كمان صدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل حتى ما يتولد. لكن بعد كل ده الراجل ده اختفى مرة واحدة، مملكته وقومه وحضارته. حتى القرآن ذكرهم مرتين بس، مرة مع الظالمين ومرة مع المجرمين. ربنا قال: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. طيب إيه القصة؟ وإزاي ملك يوصل للإيمان وقومه كلهم يهلكوا؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، تابع معايا. الراجل ده اسمه أسعد، وكنيته أبو كرب أو أبا كرب. العرب سموه تبع، وتبع معناها الشخص اللي بيتبع أو اللي الناس بتمشي وراه. التاريخ بيقول إن تبع كان أقوى ملوك حمير، حكم اليمن أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس. كان جيشه ضخم، غزا بيه مناطق وصلت للهند شرق، الشام والحجاز شمال. كان بيتحرك في حملاته زي ملوك فارس وبطموح قادة الرومان. وفي يوم بعد ما رجع من حملة على العراق قرر يمر على يثرب اللي هي المدينة المنورة حاليا. لكن المدينة ما كانتش زي أي مكان. الأوس والخزرج هناك ما كانوش بيستسلموا ولا يركعوا لأي حد، رفضوا إنهم يعلنوا الولاء لتبع. الملك تبع بعت لهم تهديد رسمي وقال لهم: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب. ردوا عليه بأبيات شعر: العبد تبعكم يروم قتالنا ومكانه بالمنزل المتذلل. تبع كان بيحب التحدي، شد جيشه واتجه على طول للمدينة. حاصر تبع المدينة، قاتل الأوس والخزرج بس ما قدرش يكسرهم. المعركة كانت عنيفة جدا لكنه انسحب في الآخر. في رواية بتقول إن تبع جاله شامول اليهودي وقال له: أيها الملك، إن هذا بلد يكون إليه مهاجر من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه أحمد. المفاجأة إن تبع صدق الكلام. حتى تبع قال لهم في المدينة: ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان ليكون خرابها على يدي، وساب المدينة. حتى إنه كتب رسالة إيمان للنبي المنتظر سابها مع الناس هناك، وذكر فيها إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. في أسئلة هنا كتير هنجاوبها في نهاية الحلقة، فأتأكد إنك ما تخرجش من الفيديو غير لما تشوف الجزء الأخير من الحلقة علشان نجاوب على كل الأسئلة اللي جت في دماغك دلوقتي. بعد ما خرج تبع من المدينة راجع بجيشه لليمن، وهو في طريقه كان قريب من مكة قابل ناس من قوم هذيل. وهذيل هي قبيلة من أفصح قبائل العرب. الغريب إنهم حرضوه على غزو مكة، وكمان حرضوه على هدم الكعبة. أغروه بإن الكعبة مليانة فضة وذهب ولؤلؤ، وراحوا دلوه على مكانها. تبع وافق في البداية لكنه ما قررش على طول. كان حكيم وشايف إنه لازم يتريث، فاستشار اليهود اللي كان معاهم في المدينة واللي كان بيعتبرهم مستشار وحكماء ليه. فقالوا ليه إن قوم هذيل مش عايزين غير هلاكك وهلاك جيشك، وإنهم معرفوش بيت ربنا اتخذوا بيت ليه إلا البيت ده، ولو حاولت تهدمها هتهلك وهيهلك جيشك. وبالفعل نصحوه لما يروح الكعبة ما يهاجمهاش بس يعظمها ويكرمها زي أهل مكة، وكمان يطوف بيها ويكرمها. تبع أخذ بالنصيحة دي، لكن قبل ما يدخل مكة تصرف بقوة مع اللي أغروه، وأمر جنده يقطعوا إيد ورجل قوم هذيل اللي حاولوا يخونوه ويغروه بغزو مكة. دخل مكة وطاف بالكعبة وحلق راسه وكمان نحر عندها، وأقام في مكة مدة. وأثناء إقامته دي جه في منامه حلم غريب، حلم إنه بيكسو الكعبة، فاستجاب للحلم على طول. وأول ما صحي كسى الكعبة، كساها بأجمل الكسوة اللي كانت معروفة وقتها في الجاهلية. كمان عمل الكعبة باب ومفتاح لأول مرة في التاريخ، ووصى على الولاة اللي بعده إنهم يحرصوا على الكعبة ويحافظوا عليها بأحسن طريقة. وبكده احتفظت الكعبة بالسبق في الإكرام على مر العصور. بعد ما تبقى خرج هو وأهله من مدينته ما كانش يعرف إنه سايب وراه كارثة بتتكون بهدوء، بس مش كارثة سياسية ولا تمرد، دي كارثة ربانية. في اللحظة اللي رجله سابت الأرض كل شيء بدأ يتغير. عارف الكارثة بدأت منين؟ من كائن صغير جدا، الفئران. الفئران دخلت جحور صغيرة جدا حوالين سد مأرب، وبدأت تحفر وتحفر لحد ما أضعفت بنيان. كأنها مش مجرد غريزة، كأنها بتنفذ أمر جاي من السماء. فجأة السد انفجر. دي كانت المية اللي محجوزة بقالها سنين، اتحررت وخرجت بأقوى شكل ممكن. سيل اندفع من غير رحمة، واللي ربنا سماه سيل العالم. الأرض اللي كانت خضراء اتغرقت، والمحاصيل اختفت، البساتين اتشالت من جذورها، والبيوت كلها اتهدت. بلاد كاملة كانت عامرة بقت خراب، والجنة اللي كانوا عايشين فيها بقت صحراء ناشفة. ربنا قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
شجر شوك وثمار مرة لا بتتاكل ولا بتفيد، وكأن الأرض نفسها كرهتهم. بقت حضارة تبع مجرد مثل بيضرب، وبقت قصتهم تتحكي في المجالس، مش فخر لأ، بس عبرة. ناس شافوا النعمة وكفروا بيها، ربنا ادالهم حضارة وجنة ومكانة، لكن لما عرضوا اتاخد منهم كل حاجة، مش بس أرضهم لأ، اتاخدت كمان قصتهم، وبقت تحذير لكل جيل بعدهم. فأصبح قوم تبع عبرة لكل اللي بعدهم، والكل من كفر بنعمة ربنا. نيجي بقى لأهم الأسئلة اللي ممكن تيجي في بالنا عن قصة قوم تبع. أول سؤال مهم هو: هل تبع كان نبي ولا كان مجرد ملك صالح؟ ابن عباس قال إنه كان نبي، بس السيدة عائشة قالت: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. وفي حديث في مسند أحمد: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. لكن في الغالب إن تبع كان ملك صالح، ما كانش نبي. طيب قصته في يثرب واللي حصل مع اليهود، في أقاويل كتير بتقول إن ده ما حصلش، لأن لو كان حقيقة فازاي الرسالة بتاعته كانت بتحتوي على كلمات من القرآن وكان النبي لسه ما اتولدش أصلا؟ قصة قوم تبع ما كانش ليها أثر مكتوب، إنما القصة اتوردت على لسان الناس لحد ما وصلتنا، فأكيد هيكون منها حاجات حقيقة وحاجات كده. لكن الأهم من قصة قوم تبع إن إحنا نتعلم إن النعمة من غير شكر بتتحول لعقوبة، وإن القوة من غير إيمان نهايتها زوال. قوم تبع عاشوا في خير لا يوصف، لكن لما كفروا وتمادوا ربنا أرسل عليهم سيل العرم وضيع حضارتهم ومزقهم كل ممزق، علشان يفضلوا عبرة لكل حد ينسى. دوام النعمة دايما مربوط بقربنا من رب النعمة. دي كانت نهاية قصتنا لقوم تبع. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تكتب لي رأيك ايه اكتر حاجة عجبتك في قصة قوم تبع، وايه المواضيع اللي حابب نفتحها في الحلقات الجاية. كان معاكم احمد، ودي كانت حكاية من زمن بعيد، لكن الدرس لسه موجود لحد النهاردة. استنوني في الحلقة الجاية من الميعاد علشان نكمل سوا رحلة البحث عن المعنى. سلام، لحد ما نتقابل تاني.